بتكون تلعب رانكد وينزل قريب منك دروب، فانت بتنبسط وتروح عليه بسرعة، وبالاخر تنصدم انه في سنايبر وتصير واحد من اثنين. اما انك تقول كان نفسي بجروزة وتترك الدروب، او تقرر انك تشيله لانه السنايبر بس للمحترفين وتلعب فيه زي هيك. قبل ما تنبسط كثير وتغير اسمك لقناص النوبات، شفت كيف المحترفين يلعبوا بالسنايبر؟ مثل فينسنزو أو بورن تو كيل أو حتى دراغونوف. راح توقف الفيديو وتقول طيب كيف؟ وراح أقول لك كمل الفيديو لأنه فيه الإجابة. أهلا فيكم مع دراغونوف from zero to hero. قبل ما نبلش بحب احكي لكم اني راح اصير اعمل بث مباشر بشكل مستمر، وراح اصير العب مع المتابعين ونعمل رومات وتحديات وغيرها، وكل هذا راح يكون على تطبيق نيمو تي في. فبدي منكم تحملوا التطبيق من سوق بلاي او اب ستور وتعملوا لي متابعة عشان يوصلكم اشعار اول ما ابلش البث، والروابط كلها راح تكون في الوصف. ونبلش بموضوعنا المهم واللي هو كيف العب بالسنايبر مثل المحترفين. اول اشي اعرف انه السنايبر هو اقوى سلاح باللعبة، بس اعرف كيف تستخدمه، وعشان تستخدمه صح اتأكد انك حاط الاعدادات الصح. اول اشي اعدادات الحساسية، اتأكد انك حاط حساسية الاوم فوق ال50 عشان يكون لعبك بالسنايبر اسلس واسرع. ثاني اشي روح على الكنترولز وتأكد انك مفعل زر الطلق الايسر او الليفت فاير باتون، وهذا الخيار راح يفعل زر الطلق الموجود هون، وراح يكون دائما موجود مش بس لما تفتح سكوب. اخر اشي تأكد ان الاوم سنايبنج على هولد فاير تو سكوب، وهذا الخيار راح يخليك لما تطلق بالسنايبر يفتح السكوب تلقائيا، وهيك بتكون جاهز تلعب بالسنايبر. خلينا نبلش بموضوع كيف تلعب بالسنايبر للخصوم البعيدين. اول خطوة هي انك تطلع على الخصم وتخليه بهاي المنطقة، وهاي الخطوة راح تسهل عليك الايم. ثاني خطوة هي انك تفتح السكوب عن طريق انك تضلك كابس على كبسة الطلق وتدور على الخصم، واول ما تترك كبسة الطلق راح ملاحظة بسيطة، لما تفتح السكوب بهاي الطريقة لاحظ انه كبسة الطلق اللي على اليسار راح تتحول لرمز اكس، عشان اذا فتحت السكوب بالغلط او اذا الخصم هرب او لاي سبب ثاني تضغط عليها وتسكر السكوب. راح يسألني واحد ويقول دراغونوف هذا الحكي سهل للخصم الثابت، طيب شو اعمل لو كان الخصم بيتحرك؟ السؤال بمكانه، لانه مش كل الخصوم نوبات او بوتات او مقطوع عندهم النت. والحل كالتالي يا عزيزي، اول خطوة هي انك تحلل حركة الخصم، يعني تشوف كيف بيتحرك الخصم حاليا وتتوقع حركته الجاي. شوفوا معي كيف، إذا كان الخصم بركض لليمين فهو 90% راح يكمل طريقه لليمين، وصعب إنه يغير اتجاهه فجأة. فأنت افتح السكوب عن طريق إنك تظلك كابس على كبسة الطلق، وثبت الإيم على مكان أنت متوقع إنه راح يمر فيه، وأول ما يمر فيه اترك كبسة الطلق. نصيحة صغيرة، روح على الاعدادات وفعل خيار كويك ويبون سويتش، راح يظهر لك زر جديد ووظيفته هي انه ببدل السلاح لاخر سلاح انت كنت شايله، وبعد ما تطلق بالسنايبر اكبس على هذا الزر مرتين، وهيك راح تقدر تطلق بالسلاح بدون ما يعمل ريلود وتطلق بشكل متواصل. طيب دراغونوف انا عرفت كيف اطخ، طب احكي لي وين اطخ؟ معظم الأسلحة عندها مكان حساس واحد واللي هو الراس، بس اللي ما بتعرفه واللي ما حد راح يحكي لك إياه إنه في 3 أماكن حساسة للسنايبر. أول مكان وأهم مكان هو الراس. الهيد شوت بالسنايبر أبدا ما برحم، شو ما كنت بعيد وشو ما كنت لابس على راسك راح تموت. ثاني مكان هو القلب، إذا ضربت الخصم على قلبه راح يعطيك دمج 300، وهو دمج أكثر من كافي إنه يموت الخصم. وآخر مكان هو الحوض، وبتعطيك ضعف الدمج مثل ضربة القلب تماما. وإذا طبقت كل اللي بحكي لك إياه راح تصير تقدر تلعب بالسنايبر، بس مش زي المحترفين، لأنه من هسه لنهاية الفيديو راح تبلش نصائح المحترفين. أول وحدة كيف تلعب بالسنايبر على المدى القريب، وبما إننا نحكي عن خصم قريب فأكيد راح نلعب من دون سكوب. ركز معي واتبع الخطوات التالية. أول خطوة هي أنك تخلي الخصم في منتصف الشاشة، يعني على يمين راس الشخصية بشوي، بعدها تطلق على الخصم ومباشرة تحول للسلاح الثاني. ماكسيمم راح يكون دم الخصم 50، وأي سلاح بإمكانه يخلص.
واذا ما كان معك الا سنايبر بامكانك انك تطلق عليه وتحول للبوكس وتهرب، وبعدها تطبق الحركة مرة ثانية وهيك بتكون قتلته. واذا كنت متضايق من موضوع انه يفتح السكوب لما تطخ، بامكانك تكبس على زر الطلق اللي على اليسار وراح يطلق بالسنايبر كأنه اي سلاح ثاني. نصيحة مهمة، راح تلاقي صعوبة بالبداية لأنه الدائرة بتختفي لما تلعب بسنايبر. بإمكانك تحل الموضوع كالتالي: ادخل على الإعدادات وحط زر رقصات البسة في منتصف الشاشة، وصغر حجمه وقلل شفافيته، ومع الزمن لما تتعود على الحركة بإمكانك تستغني عن هذا التريك. واذا فهمت وطبقت اللي حكيت لك اياه لحد الان فانت محترف سنايبر. بس ما وقف موضوع اللعب بالسنايبر على الاحتراف، في مرحلة ما وصلها الا عدد قليل جدا من اللاعبين، واللي هي انك تلعب باثنين سنايبر. يمكن الموضوع يبين شوي منطقي على البي سي، بس على التلفون خلينا نشوف اذا في حد بيقدر. الفكرة مش بالبي سي ولا بالموبايل، الفكرة انه في معلومات انت ما بتعرفها وانا راح اشاركك فيها. ركز معي واشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا نبلش. قبل ما تبلش احمل السنايبر الاول وبعدها حول على السنايبر الثاني، عشان لما تكبس على كبسة تبديل السلاح يحول على السنايبر الثاني. وطبق الطرق اللي حكيناها في بداية الفيديو، اذا كان الخصم بعيد طبق الطريقة الاولى، واذا كان الخصم قريب طبق الطريقة الثانية. وبعد ما تطلق اول طلقة على الخصم اكبس مباشر على كبسة تبديل السلاح، وراح يعطيك السنايبر الثاني وتكون جاهز انك تطخ ثاني طلقة. وضلك كرر الخطوات والنتيجة راح تطلع معك زي هيك. وهيك بقدر اقول لك مبروك، انت حرفيا خربت قواعد اللعبة. واذا حد قدر يوصل لهي المرحلة يا ريت يحكي لي في التعليقات. ونوصل لاخر موضوع واللي هو ايش افضل سكن للسنايبر. اول اشي بدي تعرف انه السنايبر مش محتاج بعد، لانه بصيد ابعد الخصوم شو ما كانوا. ثاني اشي اذا كنت تستخدم الطرق اللي حكيناها في الفيديو مش راح تحتاج معدل الاطلاق. وفي 3 سكنات موجودة حاليا في المتجر. اول واحد مستهتر وحرفيا ما في منه فايدة، يمكن بفيد الناس اللي بتلعب بالاوم بشكل طبيعي، اما اللي بيلعب زي هيك ابدا ما بفيده. ثاني سكن هو سكن الفالنتاين، ميزته انه بيزيد سرعة التعبئة بس على حساب عدد الطلقات، بس كسكن جيد جدا. افضل سكن موجود حاليا هو نجمة كيبوب، لانه بيزيد الضرر ومخزن الذخيرة بنفس الوقت، وبقلل البعد، مع انه السنايبر مش محتاج بعد فانت ما راح تحس بالموضوع. وفي سكن ممتاز بس مش موجود حاليا واللي هو البانثر الاصفر، وميزته انه بيزيد الضرر مرتين بس للاسف مش موجود حاليا. حبيت اشرح كل اشي عشان ما تحتاج اي فيديو ثاني بعد هذا الفيديو. وتابعونا على الانستغرام لاني بنزل تسريبات واخبار واشياء كثير. الفيديو الجاي راح يكون عن كيف تجيب هيد شوت بالام بي 40، فاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل يصلك اشعار. وكالعادة كان معكم دراغونوف ودمتم في رعاية